عبد الله يقول بيتكلم عن موضوع التذاكر، تفضل. هناك مشكل كبير في تذاكر مباراة المغرب مع اسبانيا، يعني كل المغاربة الموجودين في الدوحة ما عندهمش تذاكر، ولما يريدون شراء تذاكر وصلت في السوق السوداء إلى 1500 2000 دولار. الفيفا أضافت 5000 تذكرة للمغرب اليوم، راحت في 12 دقيقة، وبالتالي مع الطائرات اللي جايين للمباراة يكون تنظن هي ما تحلش مشكلة التذاكر، يكون واحد المشكل أمني يوم الثلاثاء. خلصت طال عمرك؟ أنا والله خايف من مشكلة أمنية. ما في مشاكل أمنية في قطر هذه أولا. لا إن شاء الله. اثنين، احنا طلبنا الأخ فوزي لبجع، اسمه فوزي لبجع صح؟ نعم. رئيس الاتحاد المغربي. نعم. ورفض أن يطلع معنا. هذا اثنين، نقدر يمكن منشغل المباراة ما بعرف، لكن احنا جبنا رئيس الاتحاد الإسباني وطلبنا رئيس الاتحاد المغربي ما طلع معنا. كنا حابين نفتح معاه المواضيع ونشوف يعني، وحتى يعني تكلفني بها القضية؟ ها؟ تكلفني بها؟ نتكلم مع كيفك اهلا وسهلا فيه. نعم. بس احنا اقول لك اياه، احنا طلبناه انه يجي لنا وهو رفض. هذا اثنين. ثلاثة، خطابك طبعا يتوجه للفيفا. فيفا الاتحاد الدولي في النهاية هو عليه انه يوفر تذاكر للمغرب او لاسبانيا او لاي منتخب اخر. النقطة الرابعة، المفروض الاتحاد المغربي يتحمل، او الجامعة المغربية يسمونها، وما يتحملوا المسؤولية الكاملة في توفير التذاكر الى الجمهور المغربي. أربعة، انت ذكرت ان في طيارات راح تجي الى قطر بسبب يريدون الحصول الذهاب الى المباراة. ما في شخص يركب الطيارة الا معه بطاقة هيئة. هي تعطى بدون تذكرة الآن منذ لا لازم يكون عندك سكن. لازم يكون عندك سكن. من اثنين لازم يكون عندك سكن، ولكن واسمح لي، لكن مش معناته الآن تجي من بلادك وتدخل مباراة إذا ما عندك تذكرة. يمكن لي نجاوبك، لأن كاين واحد المشكل. أنا بالنسبة لي الفيفا أنا بالنسبة لي مش منطقي تبيع قبل بداية البطولة ثم النهاية، مش منطقية، خصوصا ان التذاكر بيعت. اسامه انت انسان متمكن وانسان مهني ومحترف. نعم. ومعاش بطولات كاس العالم. دائما البيبه هذه اللي تفعلها الفيفا، هذا عملها من قديم الزمان، ولكن هم شو يسوون؟ يعطون بلوك على عدد معين من التذاكر ومن ثم يعيدون طرحها. مثال انت ذكرت الان ان هناك 5000 تذكره تم بيعها للجمهور المغربي صح؟ اضافيه. اي خلاص، ايش معناتها؟ لا يكون هناك، انا ما عنديش حلول، لكن كان لازم علي نطرح المشكل، لان توصلت ب 5000 ميساج، كان لازم علي ووعدت الناس بان نطرح المشكل. حقق. واطلب من الله ان نجد الحلول. لو انا في يدي او انا عندي تذاكر اعطيها للجمهور المغربي بالطبيعه، انا راح اكون معاهم يعني قلبا وغالبا يعني. ليس لي شك. ولو حصلنا اي حل ممكن نطرحها مباشره وحتى ننشر حتى الجمهور المغربي خاطئ، المنتخب المغربي خاطئ عليه ان لم يثق في منتخبه. الكل اشترى فقط 3 تذاكر الاولى، وكان يمكن له يشتري التذاكر حتى نهايه مسار المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي يجب على على الجمهور المغربي في المرات المقبله ان يثق اكثر في منتخب بلاده. احسنت. هو متفقين. في النهايه كل اتحاد له نسبه معينه من التذاكر. يعني لذلك ممكن اقول لك لما باعوا 5000 لان هناك في تذاكر بيعت قبل البطوله في اكثر من مناسبه واكثر من تاريخ. اللي اشترى تذاكر اشترى. الان من الصعب اني انا والله اذا الجمهور اشتروا التذاكر اروح اقول لهم لا والله اعطوني تذاكر. لكن هناك مشكل اخر، وان السوق السوداء ممنوعه في الفيفا، ممنوعه منع كل شيء اصلا سوق سوداء اصلا. والان كاين سوق سوداء، فبالتالي اطلب الله يخليك، اطلب من الفيفا ان تفتش في السوق السوداء، على الاقل الناس اللي يبغوا يبيعوا التذاكر يبيعوا ب 10% 20% اضافيه. ماشي التذاكر وصلت 2000 دولار. انت كلامك مظبوط، بس انا موضوع السوق السوداء ممكن يحصل في مثلا في ضد ماتش ديربي او ماتش قمه يبقى في سوق سوداء، اما دي حاجه تبع الفيفا، لان اللي هياخد التيكت ده زي ما ابو جاسم قال لك ان في ناس واخده كل الماتشات بيع التسكك فيه، يعني في ناس واخده من اول ماتش للماتش النهائي. يعني يبقى صعب ان حته ان انت لكن مش لا لما لم ياخذوا ثمن النهائي، هناك ناس ما عندهمش علاقه بالمباراه نهائيا خذوا تذاكر يعني. بس هو مش متوقع ان كان ممكن المنتخب المغربي او المنتخب العربي يوصل لدور ال 16 او دور الثمانيه. انا برضه عايز اقول لك كده برضه، يعني حتى لو في واحد بيفكر ان هو ياخد تيكت ويبيعه في سوق سودا، هو مش متوقع ان نجحوا زي خليهم يشتروا التذاكر اللي بعد مباراه اسبانيا. لا حتى تذاكر مبيوعه يا احمد، حتى تذاكر ربع النهائي بتباع ابو جاسم بالك اهو.
متباع حتى تذاكر ربع النهائي ما بيقولوا انتهت. قبل لا يعرفون مين مين اصلا. بس يا كعب، أنا عشان كده بتكلم. طيب يعطيكم الصحه وان شاء الله رسالتك توصل. شكرا جزيلا يعطيك الفرصه باش نطرح هذه الاشكاليه. شكرا. انا بالنسبه لي اشكاليه ان شاء جماعية. الله ان الجمهور المغربي يحصل التذاكر كلها يبغيه، واحنا ندعمكم بقوه يعني، انتم منتخبنا. لا شيء، ما احنا فيش الان نقاش. خلفكم معاكم يعني ان شاء الله. انا لو كان عندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. خلال هذا اللقاء الإعلامي قبل المباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الإسباني برسم ثمن نهائي كأس العالم معي اللاعبين عبد الصمد الزلزولي وزكريا بوخلال، سيتحدثين حول هذه المباراة. اللي عنده أسئلة يطرحها وتكون مباشرة وجزاكم بخير. شكرا. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Abde. Soy Adri Albets de la cadena SER. Te agradecería si puedes responder en castellano. Quería preguntarte básicamente ¿por qué creéis que podéis ganarle a España? ¿En qué es mejor Marruecos para ganarle a la selección española? Bueno, nosotros confiamos en nosotros y bueno, pensamos que podemos ganarle a cualquier equipo esforzándonos y trabajando duro y bueno, y si Dios está de nuestra parte, ganaremos. Aquí, también en español, por favor. Buenas tardes, Jessica Brumek para SNTV. Abde, es la primera vez desde 1986 que Marruecos llega a octavos de final y es el único equipo árabe en esta instancia. Te quería preguntar qué significa esto para Marruecos y para el mundo árabe en general. Bueno, sí, como has dicho, después de 36 años hemos pasado a la historia y bueno, lo hemos celebrado. Hemos estado muy contentos y bailando y festejando en el vestuario y bueno, estos días han sido unos días inolvidables y indescriptibles. Bonjour à tous les deux. On a vu l'émir du Qatar être très heureux de vos victoires depuis le début de la Coupe du Monde. On sent aussi que les Saoudiens, les Tunisiens, tout le monde arabe vous soutient énormément. À quel point est-ce que ça vous fait plaisir et est-ce que ça vous rajoute une petite pression aussi pour aller loin dans cette Coupe du Monde? فرحان بزاف كيفاش العرب هنا كيساعدوا بعض. بحال احنا كنا فرحانين السعوديه ربحت من الارجنتين، كنحسوا حتى بحال دابا احنا ربحنا من بلجيكا وكندا، كيفاش الدول العرب الاخرين فرحان لينا، وحنا بحال هكا خصنا نكونوا مسلمين نساعدوا بعض ان شاء الله. مساء الخير زكريا، مساء الخير عبد الصمد. زكريا بوخلال، سؤال الجماهير المغربيه كتنتظر اشياء كثيره من المنتخب الوطني، تابعنا الدعم الكبير ديال الجمهور المغربي، وصلتوا الدور الثاني، هذا مهم، غادي سجلوا التاريخ ديال كره القدم الوطنيه. كيفاش كتشوف المباراه؟ كيفاش كتشوف خصوصا انتظارات كبيره ديال الجمهور اللي ما نمشيو بعيد ان شاء الله في هذا المونديال؟ السلام عليكم. اول حاجه فرحان بزاف حيت وصلنا دوزيام راوند، ولكن احنا كلنا راه ما بغيناش نوقفوا هنا، بغينا نمشيو اكثر واكثر، وان شاء الله غادي نمشيو اكثر. والجمهور المغاربه فرحانين بهم بزاف، كتشوف التيران دائما عامر غير بالمغاربه، كنشكرهم بزاف، وان شاء الله بحال قلت لك غادي نمشيو اكثر واكثر. آخر سؤال. اسلام المدب من الموقع العربي الجديد. سؤالي لزكريا، ما الذي غيره وليد الركراكي في المنتخب بالمقارنة مع الفترة الماضية، وإلى أي مدى يمكن أن يصل المنتخب المغربي في هذه البطولة؟
ملي جا السلام عليكم، ملي جا وليد ركراكي عندنا تكتيك واحده اخرى. بدينا بشي جروب جديد، وبحال كتشوف التكتيك ديالو مزيان بزاف جا معنا. كل فرقه اللي كتلعب علينا كتجيها صعيب باش تربح منا ولا تماركي علينا. وبحال قلت لك حنا كنا راه باغيين نمشيو اكثر واكثر، وحتى الكوتش كيقول لنا راه غادي نقدروا نمشيو اكثر.